السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بوصفه جديده، بسكوت النشادر بطريقه ما فيهاش غلطه، هش وخفيف وطعمه يجنن. شايفين اللون؟ والله الكاميرا ظلماه. اللون اصلا والطعم تحفه. شايفين دايب ازاي؟ تحفه. يلا بقى نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المقادير: هنجيب معانا كوبايه من اللبن ده، عشان انا بعمل معيار 2 كيلو، لكن انا هقول معيار الكيلو الواحد. معاكي 80 جرام لبن. 80 جرام من اللبن بما يعادل نص كوباية، وتشيلي منها معلقة لبن، وعليها نص معلقة نشادر تكون ممسوحة، نص معلقة نشادر صغيرة. هنا الكمية كبيرة، بس ده عشان انا عاملة قلتلك 2 كيلو، فاحنا هنجيب كيلو. تمام. ومعانا معلقة واحدة من البيكنج باودر ورشة ملح، وهنخلط كويس ونتأكد ان احنا خالطين كويس المقادير الجافة مع بعضها. هنا حطيت رشة الملح ونقلب كويس قوي. وبعد كده هنجيب الزبدة ونتأكد ان هي مش سايحة، يعني احنا عايزين الزبدة تكون بتاعتنا ماسكة شوية، مش متلجة وما هياش سايحة خالص، ماسكة كويس نفسها يعني. ومعانا 350 جرام من السكر الباودر، بنحطه بقى مع الزبدة ونخلط المقدار كويس قوي. وقبل ما تستخدمي المضرب عشان ما تغلطيش الغلطه اللي انا كنت هغلطها، هبتدي بالمضرب كانت الدنيا كلها هتتبهدل عندي من السكر. لا، انت هتقلبي الاول بمعلقه سباتيولا، اي حاجه عندك. اتاكدي ان الزبده والسكر اندمجوا كويس، وبعدين انزلي بالمضرب. اتاكدي كويس قوي بالمضرب ان الخطوه دي مهمه جدا. اهم خطوه معانا في البسكوت انك تضربي السكر والزبده كويس قوي مع بعض. وبعد كده معانا ال6 بيضات او 3 بيضات، يعني ده مقدار الكيلو. معانا 3 بيضات، وهننزل ببيضة بيضة واحدة واحدة، ونتأكد ان كل ما البيضة تدوب معانا بالمضرب ننزل بالبيضة اللي بعدها. وبعد ما نتأكد ان هو كله تمام، بعد كده بننزل بسم الله الرحمن الرحيم الفانيليا مع النشادر، وبندوبهم كويس. وبعد كده بننزل بالمضرب تاني، نضرب كويس اوي ونخلط. وبعد كده بننزل بالدقيق شوية بشوية لحد ما العجينة معانا تلم. طيب حسيتي ان المقدار اللي انا قلتلك عليه لا، هو لسه معانا العجينة ما تلمتش، زودي معلقة بمعلقة دقيق بحيث تلم معاكي، عشان من دقيق لدقيق اكيد بيختلف. هنا معانا ريحة الفانيليا، ومعانا كمان ريحة الموز. والمقادير دي مقادير البسكوت للمكنة، مش للكيس الحلواني، لان لو الكيس الحلواني مش هينزل منك، هيبقى تقيل قوي. وهنا نتأكد بقى ان احنا العجينة معانا بتقطع بتقطم كده، ما تكونش ربة عرق كده، يبقى العجينة معانا ناجحة. وعايزة اقول لكم هنا بقى ان احنا معانا بقى مين؟ معانا الجندي المجهول، زي ما بيقولوا الجندي المجهول. هنا معايا جمانة دي بنتي الكبيرة. بجد يا جماعة، عايزة كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لها كده دعوة حلوة، هي وفريدة. بجد تعبت معايا قوي بصراحة، وطلعت عينيها معايا في الفيديو. هنا بقى كنا خلاص بقى شكلنا بالاشكال اللي احنا عايزينها. اهم حاجة في نجاح البسكوت انه ما يفرش منك، تطلع الرسمة زي ما هي. بجد حقيقي الصورة ظلماه. شايفين عامل ازاي؟ تحفة. بتسويه على درجة حرارة 180، نار من فوق ومن تحت. اول ما بياخد معاكي لون، لاني ما اقدرش اقولك بقى ياخد معاكي 12 دقيقة 15 دقيقة، لان بصراحة من فرن لفرن بتختلف. هنا كنا خلاص بقى خلصناه وحفظناه، وحطينا ما بين طبقة وطبقة كيس بلاستيك، عشان يفضل معانا كده متهوي وكويس، ما يحصلوش زي رطوبة او حاجة، فيطرى معانا ويفضل محافظ كده على قرمشته كده لاخر بسكوتة معانا. كان نفسي بقى تشموا معايا الريحة ولا الطعم. وكالعادة اخر حبة في البسكوت لازم البنات يعملوا الحروف بتاعتها. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد.
جربوها، قولي رأيكم في التعليقات، واستنوني في وصفة جديدة قريب. باي باي.